أكلتنا النهاردة اقتصادية وموفرة وشعبية 100%. تعالوا نشوف مع بعض النهاردة هنعمل ايه. هنعمل أكلات كلها شعبية جمعناها في يوم واحد. تعالوا بينا، وكل ولادنا بيحبوها وكل بيسأل عليها وبيطلبوها من وقت للتاني، بيشتاقوا ليها. تعالوا نشوف مع بعض عملنا ايه. يلا بينا. قبل ما نبدأ القناة بتاعتنا النهاردة والفيديو بتاعنا لازم نعمل لايك وشير واشتراك في القناة ونضغط على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. يوميات رانيا حمادة، وقناتي على الفيسبوك أو صفحتي على الفيسبوك باسم رانيا حمادة على طول. يلا بينا يلا بينا. يلا نسمي ونصلي على الرسول ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. النهارده مع بعض عملنا القرنبيط. شوفي شكله جميل ازاي، اي حد شافه ما افتكرش ابدا ان ده قرنبيط، الكل كان فاكره بانيه، بيقولوا ايه اللي جاب البانيه مع الفول والطعميه والاكلات الشعبيه. شوف اللون عامل ازاي والطعم، بسم الله ما شاء الله، كان حاجه كده تحفه وجامده جدا جدا. يلا بينا ازاي نطلع القرنبيط باللون الذهبي ده، وازاي نخليه مخرفش من بره وطري من جوه، وايه سر التتبيله والخلطه اللي احنا بنعملها بيه. يلا بينا. اوعي تنسي بقى اضغطي لايك وشير واشتراك في القناه، وكمان نضغط على كلمه الكل عشان يوصلك مننا كل جديد وقديم. ويا ريت نفعل التفاعلات على القناه ونعمل تعليق على الفيديو ذات نفسه. يلا بينا يلا بينا. كان معانا النهارده قرنبيطايه حلوه كده كبيره وراسها بيضه ومدوره، واهم حاجه تكون مليانه كده وجميله، ما تبقاش مفرغه عشان تديني كميه حلوه اللي انا طالباها. هنقطع بقى القرنبيطه كده زي ما انت شايفه، انا مسرعه الفيديو جدا، وعملناها عباره عن زهرات صغيره صغيره كده عشان خاطر ما تشربش مني زيت، وكمان ما تحرقش صدري كمان واحنا بناكلها او تكون تقيله على المعده. كل ما تقطعيها زهرات صغيره كل ما بتكون احسن واخف في الطعم كتير وما تحرقش صدرنا ابدا. بنقطعها بقى بالشكل كده، وبننضف الراس من ورا على شكل مثلث كده عشان تديني شكل جميل، ما تبقاش ناشفه من ورا وتستوي معايا كويس. ظبطنا بقى القرنبيطه بتاعتنا كده وجهزناها كلها. تعالي بقى نشوف هنعمل ايه. اثناء ما بنظبط القرنبيطه كده، بص الزهرات بتاعتها ما شاء الله، حاجه كده صغيره وجميله. القرنبيط له كذا طريقه وهنعملها مع بعض في فيديو تاني ان شاء الله. وتابعي يوميات رانيا حماده وهتشوفي معايا كل جديد. هنعمله النهارده في المقلي في الزيت، عباره عن قطع زي البانيه والفيجيتار بالظبط، وهنعمله المره الجايه كمان صينيه. وصفات تانية كتير هنعملها مع بعض. على بال بقى ما نحط القرنبيط كده يتسلق، حطينا ميه. هو اول ما الميه تغلي بنحط شعرايه صغيره من الكمون وشعره ملح، وعليهم كمان معلقه واحده من الزيت عشان القرنبيط يطلع مفلفل معايا وجميل. نجهز بقى الخلطه بتاعتنا، عباره عن 3 بيضات او 4 بيضات على حسب الكميه اللي عندك. حطينا طماطميه وقرن فلفل حامي وقرن كمان بارد وقرن احمر مشطشط كده عشان يدي طعم حلو للقرنبيط. نضرب بقى الخلطه دي مع بعض، وهنجيب بقى البهارات والتوابل بتاعتنا: نص معلقه من الملح، نص معلقه كمون، نص معلقه فلفل اسمر، نص معلقه من البابريكا، وعليهم شعره صغيره من الشطه. احنا بنحب الاكل مشطشط وجميل، بيدينا طعم جميل جدا. ضربنا بقى الخلطه دي. المفروض في ناس بتحط عليها لبن، احنا ما حبيناش نحط لبن عشان ما تبقاش تقيله ودسمه، ويبقى خفيف على المعده، ما يبقاش تقيل ويكتمنا. جبنا بقى ربطه من الكزبره الخضراء كده، قطعناها، ومش ربطه كامله يعني كام عود كده على قد الكميه اللي انا عاملاها. نقلب بقى الخلطه كده مع بعض عشان البهارات والتوابل تدينا الطعم والريحه. كانت ريحتها بصراحه خطيره جدا، ولو انت عايزه بقى تزودي معلقه كوبايه من اللبن براحتك، لكن انا بصراحه حبيتها تكون خفيفه من غير لبن، وكمان عشان تكون اقتصاديه كمان شويه. سلقنا بقى القرنبيط يا دوبك كده يغلي غلوتين 2، ونبدا نشيله. ما نسيبوش لما يستوي زياده عن اللزوم عشان ما يتهريش معايا، والروز بتاعته كده تبقى مفروله من بعضيها وتتهري معايا في الميه. بصي بقى، الحمد لله كده طلعناه كله، ما فيش اي حاجه اتهرت مننا، وعباره عن زهرات صغيره كده وجميله. تعالي بقى نشوف هنعمل ايه على بال ما القرنبيط يبرد شويه. جبنا بصلايه كده وحطيناها في معلقتين من السمنه البلدي على النار، ونزلنا عليهم بطماطميه وقرن فلفل اصفر، لو عندك فلفل الوان كمان حطيه. هنعمل بقى دي هنا هوت الاورجانيك اللي كانوا الناس كلها بتتكلم عليه واحنا مش عارفين ايه هو الاورجانيك. الشكشوكه اللي احنا بنعملها بالطريقه المصريه: بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل اخضر حامي او بارد زي ما انت حابه على حسب رغبتك، وكمان قطع عليهم قرن فلفل اصفر لو موجود عندك. ما عندكيش ما فيش مشكله. هننزل بقى بكميه البيض اللي انت عايزاها على حسب ما انت حابه، 3 4 بيضات زي ما انت حابه. انا حطيت 4 بيضات ونقلبهم كويس جدا. ننزل عليهم بقى بشعرايه صغيره من الفلفل الاسمر وشعرايه من الملح، ونديهم تقليبه. وكده اصبح عندي الشكشوكه جاهزه وماده غذائيه موفره جدا واقتصاديه، وكل الولاد بيحبوها. ومن وقت للتاني لازم نعملها ونغير في الطعام شويه. جبنا بقى بتنجانتين كده، ونبدا نقطعهم بالطول زي ما انت فاهمه عشان خاطر ما يشربش زيت معانا كتير. نديله بقى تقليبه كده ونحط عليه شويه ميه ونسيبه شويه، ونبدا ننزل في الطاسه زي ما انت عارفه. يا دوبك تقلبتين 2 عشان البتنجان ما يشربش معايا الزيت، ونحط في كميه زيت قليله عشان ما يشربش معايا الزيت ويبقى الاكل كله معمول في الزيت ويحرق صدرنا. لا، كميه قليله من الزيت بيدينا نفس الطعم والنتيجه، وبتحمر وبيبقى لونه مقرمش كمان، ما يبقاش طري معايا. حطيت بقى الكميه اللي انا عايزاها. كنت سلقت 3 بطاطسايه كده، حاجات كده كانت مركونه موجوده عندي في التربو، رحت مطلعه بقى ومنضفه ومصطاده كده الحاجات اللي باقيه عندي، وقلت اما اعمل بها ايه اكلات تكفيني اليوم النهارده.
سلقت الثلاث بطاطسيات اللي عندي، ورحت نازله عليهم بمعلقه من السمنه البلدي ومعلقه كده من الثوم، وعليها نص معلقه من الفلفل الاحمر كده، ورحت مقلبه وكده عملت وجبه بطاطس، طبق بطاطس بقى محترم. نيجي بقى للقرنبيط. جبنا القرنبيط نزلناه في الخلطه اللي احنا عملناها، وكنا مجهزين الناحيه التانيه نص، يعني بالظبط كوبايه ونص من الدقيق على القرنبيطه اللي عندي. طبعا انت بتعملي بتقدري الكميه اللي عندك قد ايه وتعملي بناء عليها الدقيق. نحط بقى القرنبيط في قلب الخلطه بتاعتنا، وننزل عليه في الدقيق. وفي ناس بتحب تعمله بالفيجيتار زي ما انت حابه، ولو عندك بقى كورن فليكس يا سلام عليه، بقى هيديكي طعم تاني خالص خالص للقرنبيط. اتحمر بقى القرنبيط كده ونقلبه وش وظهر كده. بصي وش وظهره عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، ولا شارب زيت بقى ولا جامده ولا ناشفه ولا نيه من جوه. بصي من جوه عامله ازاي، الله اكبر عليها، كلها كده مستويه وطعمها وريحتها تحفه. عايزه اقول لك ان الطعم بتاعها كان يجنن، ومفيش حد كان متخيل ان ده شكل قرنبيط ابدا. حطينا بقى معاهم طبعا الطعميه، احنا كنا شارينا جاهزه ما عملناهاش في البيت، وحطينا البتنجان وعملنا طبق من الفول محترم. بصي بقى الزهرات بتاعتها صغيره وجميله ازاي، وتفتحيها بقى تلاقيها ايه تحفه، مخرفشه كده ومخرفشه ومقرمشه من بره، ومن جوه طريه وجميله جدا ومستويه. عملنا بقى طبقين كده من السلطه، وطبق بطاطس وطبق فول، وظبطنا الفول برده وعملناه بخلطه حلوه كده، بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل. واديها بقى يا معلم، ويلا بينا حط بقى رغيفين